يقول ابن خلدون في كتابه العبر ما يلي: كانت بطون هلال وسليم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية، وكانوا أحياء ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد، فبنو سليم مما يلي المدينة، وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائف، وربما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق والشام. ثم تحيز بنو سليم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم، وصاروا جندا بالبحرين. ولما تغلب شيعة بن عبيد الله المهدي على مصر والشام، وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام، فانتزعها العزيز منهم وغلبهم عليها وردهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين، ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم فأنزلهم بالصعيد وفي العدوة الشرقية من بحر النيل، فأقاموا هناك. ولما انساق ملك صنهاجة بالقيروان إلى المعز بن باديس بن المنصور سنة 800، قلده الظاهر لدين الله علي بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز لدين الله أمر إفريقية على عادة آبائه. وكان لعهد ولايته غلاما يفعة بن 8 سنين، ثم هلك الظاهر سنة 27 و400، وولي المستنصر بالله معد الطويل أمر الخلافة، وحلف المعز لينقضن طاعتهم طاعة الفاطميين، وليحولن الدعوة إلى بني العباس، وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس، وخاطبه ودعا له على منابره سنة 37 و400، وبعث بالبيعة إلى بغداد، وبلغ الخبر إلى المستنصر معد الخليفة بالقاهرة. وكان أحياء هلال هؤلاء الأحياء من جشم والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد كما قدمناه. فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء الأحياء سنة 41 و400، وأردخ لأمرائهم في العطاء، ووصل عامتهم بعيرا ودينارا لكل واحد منهم، وأباح لهم إجازة النيل، وقال لهم: لقد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن باديس. وكتب الياروزي إلى المغرب الكبير: أما بعد، فقد أنفدنا إليكم خيولا فحولا، وأرسلنا عليها رجالا كهولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فطمعت العرب إذ ذاك، وأجازوا النيل إلى برقة، ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها، وكتبوا لإخوانهم شرقي النيل يرغبونهم في البلاد، فأجازوا إليهم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارين، وتقارعوا على البلاد، فحصل لسليم الشرق ولهلال الغرب. وأقامت لهب أو هيب من سليم وأحلافها رواح وناصر وغمر بأرض برقة. وسارت قبائل ذياب وعوف وزغبة وجميع بطون هلال إلى إفريقية، ووصلوا إليها سنة 43 و400. وارتحل المعز في أولئك النفر 1000 فارس من حامد بن بلكين، و1000 فارس من ابن خزرون المغراوي، ومن لفهم من الأتباع والحشم والأولياء، ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح وحشد زناة والبربر، وصد نحوهم في أمم لا تحصى، يناهز عددهم فيما يذكر 30,000. وكانت رياح وزغبة وعدي بقبلي حيدران من جهة قابس. ولما تزاحف الفريقان، انخذل بقية عرب الفتح وتحيزوا إلى الهلاليين
للعصبية القديمة، وخانته زناتة وصنهاجة، وكانت الهزيمة على المعز، وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان. ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار، وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب وعيثهم وانتقام السلطان منهم بانتمائهم في ولاية العرب. ولجأ الناس إلى القيروان وأكثروا النهب واشتد الحصار، وفر أهل القيروان إلى تونس وسوسة، وعم النهب والعيث بلاد إفريقية. ودخلت تلك الأرض سنة 45، وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان، واقتسمت العرب بلاد إفريقية سنة 46، وكان لزغبة طرابلس وما يليها، ولمرداس بن رياح باج وما يليها. ثم اقتسموا البلاد ثانية، فكان لهلال من جابس إلى الغرب، وهم رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأثبج والخلط وسفيان، وتسرم الملك من يد المعز. ولم يزل هذا دأب العرب حتى غلبوا صنهاجة وزناتة على ضواحي إفريقية والزاب، وغلبوا عليها صنهاجة وقهروا من بها من البربر، وأصاروهم عبيدا وخولا للجباية. وكان دياب بن عامر رائدهم في دخول إفريقية، ويسمونه بذلك أبا مخيبر. وشعوبهم لذلك العهد كما نقلناهم زغب ورياح والأثبج وقرة، وكلهم من هلال بن عامر. وربما ذكر فيهم بنو عدي، ولم نقف على أخبارهم، وليس لهم لهذا العهد حي معروف، فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل. وكذلك ذكر فيهم ربيعة، ولم نعرفهم لهذا العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كما تراه في نسبهم. وكان فيهم من غير هلال كثير من فزارة وأشجع من بطون غطفان، وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، وسلول بن مرة بن صعصع بن معاوية، والمعقل من بطون اليمنية، وعمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة، وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان، وطارود بطن من فهم بن قيس، إلا أنهم كلهم مندرجون في هلال وفي الأثبج منهم خصوصا، لأن الرئاسة كانت عند دخولهم للأثبج وهلال، فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في جملتهم. وفرقة من هؤلاء الهلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا النيل، وإنما كانوا من قبل ذلك ببرقة أيام الحاكم العبيدي، ولهم فيها أخبار مع الصنهاجيين ببرقة والشيعة بمصر خطوب، ونسبهم إلى عبد مناف. ولما غلب الموحدون سائر الدول بالمغرب في سني 41 و500، وزحف شيخ الموحدين عبد المؤمن إلى إفريقية، ووفد عليه بالجزائر أميران منهم لذلك العهد، أبو الجليل بن شاكر أمير الأثبج، وحباس بن مشيفر من رجالات جشم، فتلقاهما بالمبرة وعقد لهما على قومهما ومضى لوجهه، وفتح بجاية سنة 59 و500. ثم انتقد العرب الهلاليون على دعوة صنهاجة، وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد بن فارغ إحدى بطون بني علي بن رياح، فلقيهم جيوش الموحدين بسطيف، وعليهم عبد الله بن عبد المؤمن، فتوافقوا ثلاثا، علقوا فيها رواحلهم، وأثبتوا في مستنقع الموت أقدامهم. ثم انتقد في 4 جمعهم، واستلحمهم الموحدون وغلبوا عليهم، وغنموا أموالهم، وأسروا رجالهم، وسبوا نساءهم، واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبته. ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرهم، واستكانوا لعز الموحدين وغلبهم، فدخلوا في دعوتهم وتمسكوا بطاعتهم. وأطلق عبد المؤمن أسراهم،
ولم يزالوا على استقامتهم، ولم يزل الموحدون يستنفرونهم في جهادهم بالأندلس، فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف ابنه كما هو في أخبار دولتهم، ولم يزالوا في استقامتهم إلى أن خرج على الدولة بنو غانية المسوفيون أمراء مايورقا، أجازوا البحر في أساطيلهم إلى بجاية، فكسبوها سنة 81 و500 لأول دولة المنصور، وكشفوا القناع في نقد طاعة الموحدين ودعوا العرب بها. وكانت قبائل جشم ورياح جمهور الأتبج من هؤلاء الهلاليين أسرع إجابة إليها. ولما تحركت جيوش الموحدين إلى إفريقية لكف عدوانهم، تحيزت قبائل زغبة إليهم وكانوا في جملتهم، ولحق بنو غانية بجابس ومعهم كافة جشم ورياح، ولحق بهم جل قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من أطراف البقاع، واستمسكوا بالدعوة العباسية التي كان أمراؤهم بنو تشافين بالمغرب يتمسكون بها، فأقاموا في من إليهم من القبائل والمسالك، ونزلوا بجابس، وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك، فعقد لابن غانية وأذن له في حرب الموحدين. واجتمعت إليه قبائل بني سليم بن منصور، وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني، فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عساكر جمة، وغلب الضواحي وافتتح بلاد الجريد وملك قفصة وتوزر ونفطة، ونهض إليه المنصور من مراكش يجر المغرب من زناتة والمصامدة والزغبة من الهلاليين وجمهور الأثبج، فأوقعوا بمقدمته بفحص غمرة من جهات قفصة، ثم زحف إليهم من تونس، فكانت الكرة عليهم، وفل جمعهم واتبع آثارهم إلى أن شردهم إلى سحاري برقة، وانتزع بلاد قسنطين وجابس وقفصة من أيديهم. وراجعت قبائل جشم ورياح من الهلاليين طاعته، ولادوا بدعوته فنفاهم إلى المغرب الأقصى، وأنزل جشم ببلاد تامسنا، ورياحا ببلاد الهبط وأزغار مما يلي سواحل طنجة إلى سلا.